بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته طيبين طاهرين. ما بين يدي ليس قصيدة، هي أبيات كتبتها من وحي أيام الفاتحة، فاتحة المرحوم الخال العم الأب العزيز الحاج حسن بن محمد أو محمد. هذا الرجل الذي له في قلوبنا جميعا مكانة عالية، عشنا تاريخ طويل مع هذا الرجل، وكنا قريبين منذ نعومة أظفارنا، فرأينا فيه الحنو والعطف، رأينا فيه الأنات كما تفضل أخي أستاذنا سيد محمد. كان يحمل قلبا كبيرا يسع هذا المجتمع وأوسع، ولهذا أحبه الناس. القريبون من الحاج حسن يعرفون مكانة هذا الرجل للحد الذي حتى أحفاده يتجاوزون، حتى إذا صح التعبير، طريقة التعامل فيما بينهم وبين الجد وبين الوجيه وبين العميد. عادة ما ينادونه بابا حسن، هكذا، لأنه كان قريبا منهم كما كانوا قريبا منه. نحن أيضا عشنا هذه اللحظات يوم كنا أطفال صغار نعيش في كنف هؤلاء الرجال الذين إذا صح التعبير نتحنا من معين أخلاقهم. فرحمة الله عليه، ونسأل الله أن يجعله مع الخالدين. مع هذه الأبيات: إليك أيا والدا للجميع، تحية حب وصدق الوفاء، رحلت كريما بذكر جميل، فكم كنت فينا جزيل العطاء، فكنت الكريم وكنت العطوف، وقلبا كبيرا شديد النقاء، توقر في الناس كبارهم، وتحنو بعطف على الأبرياء، أعني بالأبرياء الأطفال كما أسلف وتحدثنا في المقدمة. فكنت الكريم وكنت العطوف، وقلبا كبيرا شديد النقاء، توفر في الناس كبارهم، وتحنو بعطف على الأبرياء، وتسخو بمالك في كل حال، بيوم عسير ويوم الرخاء، فأورثك الخلق حب الجميع، وهذا لعمري لنعم الجزاء، تواضع جم وخلق كريم، ومظهر عز جميل البهاء، وصوت يشنف أسماعنا بذكر الأذان صباحا مساء، نغمات ألحانه كالنسيم، إذا انطلقت في نواحي الفضاء، ألفنا حضورك في كل نادي، تقام به ذكري الأولياء،
عرفتك تدمن وصل القريب وتبدي احتراما إلى الأصدقاء، ستبقى أيا غاليا في القلوب، وإنا لنرضى بحكم القضاء. ستبقى أيا غاليا في القلوب وإنا لنرضى بحكم القضاء. حزنا لفقدك من بيننا ولكن لنا في البنين العزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة على محمد.